سجل مين هيسجل؟ شرف باسم حضرتك. استشاري محمود شوشة. انا اللي باني مسجد النور في الدار العباسيه، وانا عايز ابعت رساله لامريكا وللدول الغربيه وكل الخونه اللي بيتعاملوا مع بتوع التحرير. مصر مش هتسقط لان مصر ولاده، والشعب المصري مش غبي، الشعب المصري ذكي وعارف المؤامره كويس قوي، وهينتفض يوم الجمعه. كلنا هننتفض يوم الجمعه. المجلس العسكري والشرطه بتاعتنا دول مننا ودول ولادنا، ولا يمكن هنسمح بالمساس بيهم، لان معناه سقوط مصر، ومصر مش هتسقط لانها مذكوره في القران واهلها واعيين. تمام، الله ينور. من اهالي العباسيه الرساله اللي عايز اقولها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فتحت لكم مصر فاتخذوا منها جند فان مصر من خير جنود الارض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا ضمنا من اهالي العباسيه، فبقدم دعوه لجميع محبي مصر ومحبي الوحده الوطنيه ومحبي تراب مصر، بعيدا عن الاحزاب وبعيدا عن اي تيارات اخرى، أن يأتوا إلى مليونية الجمعة القادمة بإذن الله بعد صلاة الجمعة أمام مسجد النور، على أساس إن احنا نوضح إن مصر وشعب مصر عايز الاستقرار وعايز الوحدة وليس الانفصال. الانفصال اللي حاصل دلوقتي هيؤدي بينا إلى هلاك الوطن، فمن يرضيه هذا؟ وشكرا. اتفضلي يا حضرتك. شرف باسمك. وفاء سعد، ومؤسسة حركة أنا المصري وأحد المنسقين الوقفة للمفروض. حضرتك هنا النهارده طبعا عشان نوجه رسالة للشعب المصري، ونوجه رسالة للناس اللي في التحرير، بنقول لهم إن مصر لن تسقط أبدا. مصر ما هياش بلاد التحرير بس، احنا رأينا لازم يعتد بيه، ولازم احنا داخلين على الانتخابات وهنعمل انتخابات شاءوا أم أبوا. احنا مش هنسلم بلدنا تسليم مفتاح. مصر هتقف على رجليها وهتفضل واقفة على رجليها، واحنا بندعو كل جموع الشعب المصري انه ينزل ويأدي دوره. مصر النهارده بتناديكم، انتوا اللي وقفتوا قصاد التتار وقصاد الانجليز وقصاد اليهود، قاعدين لسه في بيتكم لحد النهارده. مصر هتعملكم، وده مخطط معمول بالورقه والقلم، 1 2 3. النهارده لو كل واحد قاعد في بيته ويقول انا مش عاجبني اللي بيحصل ده، يبقى ما يجيش يتكلم ويقول اكل عيش ضاع وفلوسي راحت وبيتي اتخرب وبنتي اتخطفت ومراتي اتقتلت. محدش يقول الكلام ده. كل واحد ينزل. احنا يوم الجمعه الجايه هنا كلنا متجمعين، واهل العباسيه كلهم بيحمونا. محدش يخاف، ما عادش وقت للخوف ولا للرهبه. ما تخافوا خلاص. ما فيش حد لا مجلس رئاسي ولا اي حد هيفرض سلطته، وحش حد هيفرض سلطته على مصر تاني بعد النهارده. خلاص احنا القوى السياسيه اللي هناك اللي رفضت تقعد مع المجلس العسكري، انا انتخبها ازاي؟ اذا كانت هي مش راضيه توصل صوتي، هي بتوصل صوتها هي بس، ما بتوصلش صوتي انا.